السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على حبايب قلبي الحلوين المشتركين واللي لسه مشتركوش في قناتي. لو انتوا تتفرجوا على القناة بتاعتي لأول مرة يا ريت تعملوا لايك بقى وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ومفيد إن شاء الله. كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم على طول. النهارده بقى حبيت ادلعكم كده وعملت لكم بقى شويه حواوشي بجد جميل جدا هيعجبكم. كنت عايزه اعمل حواوشي بقى بس ما كانش موجود عندي العيش اللي هو بنجيبوه من الافران ده ونعمل بيه الحواوشي. فعجنت العجينه انا هنا في البيت بجد طريقه سهله وطريقتها حلوه وكمان كان جميل جدا وكان رائع. معايا دلوقتي بقى كيلو دقيق اللي انا هشتغل بيه. جايبه كيلو دقيق هشتغل بيه كده وكمان زيت وميه وخميره. ما فيش حاجه تانية خالص، هو ده كل المكونات، بس انا كمان حاطه حبه ملح كده على الدقيق. هي دي كل المكونات اللي انا هشتغل بيها، مش حاطه حاجه تانية خالص. دول شويه الملح اللي انا حطاهم والميه والزيت والخميره. انا جايبه خميره من اللي هي السايبه دي. طبعا ما كانش متوفر عندي خميره فوريه، بس جبت خميره من دي وكترت بقى حطيت حته كبيره. وده كل العجينة، ده كل المكونات اللي انا هشتغل بيها في العجينة. مش هحط اي حاجة تانية خالص. هنبدأ بقى ان احنا نشتغل كده سوا مع بعض وهوريكم العجينة هعملها ازاي وبالخطوات طبعا مع بعض كده. بس العجينة بتاعت الحواوشي بقى اللي احنا هنعجنها في البيت دي اهم حاجة انها تكون طرية معايا شوية. هنخليها طرية شوية كده، هنزود لها مية يعني بحيث بقى ان احنا نعرف نحشيها كويس، وكمان بتدينا نتيجة حلوة في الاخر بقى. هجيب بقى الاسباتيول كده وابدا اعمل فحره كده عشان انزل الميه. انا حطيت الكميه دي وهحتاج ميه تاني، مش بس هكتفي بالكميه دي لان انا قلت لكم في الاول ان انا عايزه العجينه بتاعتي طريه. هقلب بقى كويس كده وابدا برضو احط الزيت بقى. انا حاطه الكميه دي وهحتاج برضو تاني، فانتوا ايه محدش بقى يقول ايه الكميه دي ولا ايه الزيت ده كله. لا بجد الزيت بيدي طعم حلو قوي للعجينه وبيدينا نتيجه هايله. وكمان حطيت الخميره وهقلب كده. هقلبها كلها كويس كده في الدقيق لحد ما كلها تتوزع مع العجينه بحالها. وابدا بقى انا كده مش كنتش عارفه ان انا اشتغل بالسباتيول، فهشمر ايدي كده وابدا بقى ان انا اشتغل عشان اعجن العجينه كويس وكمان يعني اضمن انها تكون معجونه معايا حلو. كل شويه بقى هزودها ميه لما احس ان هي محتاجه ميه معايا، هزودها ميه كل شويه. طبعا هي العجينه هتبقى لينه شويه. هستمر كده في العجن لحد ما اخلي ما يبقاش موجود دقيق خالص، تبقى كلها عجينه كده وكمان ما يبقاش فيها اي تكتلات. فايه هستمر في العجن كده عشان خاطر العجين ده ما يكلكعش معايا او ان هو يحبب معايا. هنا بقى هفضي الزيت لان انا كده ما عدتش هحتاج ميه خالص. كده العجينه بقت طريه، فهبدا بقى ان انا اشربها الزيت ده واكتفي بكده. زي ما انتوا شايفين دي العجينه خلاص انا عجنتها كده وهبدا المها زي ما انتوا شايفين طريه كده. هسيبها بقى عشان تخمر وهغطيها بحاجه محكمه طبعا، وهسيبها في مكان دافي بحيث ان هي العجينه ترفع معايا بسرعه، وبعد كده ارجع لكم. زي ما انتم شايفين انا كنت هنا سبتها بقى شويه. العجينه طبعا رفعت، وطبعا انتوا عارفين ان احنا الجو برد، احنا في الشتاء طبعا، فالعجين بيغيب على ما بيرفع معايا. بس انا كانت العجينه يعني ايه رفعت معايا شويه كده. هبدا بقى ان انا اعجنها واقرصها اعملها كور كور كده على قد الرغيف يعني، واحشيها واسيبها برضو شويه عشان ترفع برضو شويه. هنشوف بقى الكيلو العجين او كيلو دي قصدي عامل لنا كام رغيف حواوشي. هعملهم كور كور والكوره من دي بتبقى رغيف. الصينيه اللي انا بعمل فيها دي او الصاج ده انا دهنه زيت، وايدي كمان كانت فيها زيت بعد ما كنت دهنه طبعا الصاج. فبكور بقى العجين كده ونشوف هنعمل كام كوره. طبعا الكيلو عمل معايا 8، زي ما انتوا شايفين كده 8 كور يعني 8 8 رغيف حواوشي.
معايا برضو الصاج ده كده هدهنه زيت، هزود عليه الزيت كده عشان طبعا انا هعجن عليه واسيبه، واسيب بقى الحواوشي يرتفع هنا بقى، وبعد كده ادخله الفرن. الرغيف اللي انا هعجنه مش هشيله من مكانه، اللي انا هحشيه وابططه طبعا مش هشيله من مكانه. فهوريكم بقى كده. كنت عصقت اللحمه خلاص، وهجيب بقى وابدا احشي معاكم. دي اللحمه، دي فراخ المتوفر عندك بقى احشي بيه. دي فراخ. هبدا كده بقى ايه، لان طبعا ايدي حاطه عليها زيت، لازم تبقوا ايه ايديكم متعصه زيت كده عشان تعرفوا تفردوا كويس. انا فردتها كده، وابدا بقى ان انا احط فيها اللحمه. انا كان عندي هنا جبنه موتزاريلا في الفريزر، فجبتها كده وفركتها على الحشوه، بتدينا طعم حلو قوي. بحب انا الجبنه الموتزاريلا اصلا في الحشو والحاجات دي، الرقاق او المكرونه او الحواوشي والبيتزا. المعجنات دي بجد بتديلها طعم حلو قوي، فبحب احطها. فكان متوفر عندي بقى الجبنه، فما افتكرتش بقى غير لو انا بعمل معاكم، فجبتها وعملتها. انا كده حطيت كده في الرغيف ده، وهبدا بقى ايه، انا قفلته كويس، هبطط كده شويه واقلبه بقى تاني زي ما انتم شايفين كده. هفرد بقى كويس عشان خاطر الحشوة تتوزع في الرغيف كله، وكمان يبقى الرغيف كبير وحلو كده. بس تخلي بالكم طبعا، لان الطبقة اللي فوق دي بتبقى رقيقة، فاللي يجي يبطط يبطط بالراحة كده عشان ما تتقطعش معاه. زي ما انتم شايفين كده. انا كده خلاص خلصته، مش هعمل بقى في حاجة تانية. هجيب واحد تاني وابدأ في مكان تاني كده وافرد، لان اللي انا بعمله مش هحركه من مكانه عشان طبعا العجينة بتبقى رهيفة وكده، فما يتقطعش معايا. انا كنت بقى بشرت الجبنة كده لانها كانت مجمدة، وهوزعها على الحشوة كويس، وابدأ بقى ايه احشي كويس تاني. احشي الرغيف التاني كده. لما نيجي نفرد بقى العجينة، بنفردها حبة صغيرين، وبعد كده لما نحشيها نفردها بقى تبقى كبيرة، عشان خاطر ما تتقطعش معايا مثلا وانا بحشيها او كده، ما تتقطعش معايا. انا كده قفلت كويس، هقلبها بقى وابدأ ان انا ابطط عليها. انا عملت معاكم اتنين كده، وهكمل بقى بقية الكمية لوحدي، بس حبيت ان انا اوريكم الحواوشي انا بفرده ازاي. هبططها برضو كويس كده بحيث ان الحشوة تفرد معايا في الرغيف كله. دول الاتنين اللي انا عملتهم، هكمل بقى باقي الكمية كلها كده وارجع لكم تاني. دول طبعا الاتنين كانوا اخر اتنين دولت انا عملتهم، عامله مع الصاج اللي انا كنت مقرصه عليه، حاطه عليه الكور. فعملت الاتنين دولت، وهبدأ بقى دلوقتي انا هسيبهم يخمروا شوية او يرتفعوا شوية، وبعد كده ايه العجينة تريح شوية كده وادخلها الفرن. شايفين بقى ما شاء الله شكله حلو، وبجد بيبقى جميل جدا. مش محتاج بقى ان انت تجيب عيش من الفرن ولا كده، ممكن لو عندك دقيق او اي حاجة تعمليه في البيت. ده طبعا بعد ما انا طلعته من الفرن كان جميل جدا، وكمان ما شاء الله الطعم تحفة. ده وشه وده ظهره، زي ما انتم شايفين الوش والظهر، وكمان الرغيف طري معايا وجميل جدا. حابة تعملي بقى بأي حشوة، حابة تعمليه بأي حاجة انت عايزاها. زي ما انتم شايفين ما شاء الله طعمه حلو جدا، والشكل كمان كان جميل جدا بجد، كان رهيب. وولادي كمان بقوا مبسوطين منه، ولانه كان طعمه حلو قوي. دلوقتي بقى هفتح لكم واحدة كده ونشوف اللحمة او الحشوة اللي جوه دي عاملة ازاي. هفتحه كده بالراحة. شايفين بقى الحشوة اللي جوه دي، بجد ما شاء الله كان جميل جدا، واللحمة كمان كانت متوزعة فيه حلو، وكمان الطعم والشكل جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده. بأبسط المكونات والإمكانيات تقدري تعملي حواوشي حلو لولادك في البيت، وكمان يبقى مضمون، وتبقى عارفة انت حاطة فيه ايه ومعمول ازاي ومعمول امتى.
فطبعا ما تكسليش وقومي بقى اعملي لولادك حاجه حلوه كده. اللي لسه مكمل معايا لحد دلوقتي يا ريت بقى يحط لي لايك. دلوقتي بقى ده الطبق اللي انا هحط فيه، هرص فيه كده واقدمه زي ما انتوا شايفين، جميل جدا وما خدش معانا وقت ولا حاجه، في ثانيه كنت عاملاه وقدمته لولادي. بجد كان جميل جدا وكان عاجبهم وطالبينه بقى مني تاني. شايفين بقى الحشوه متوزعه جواه ازاي، جميل جدا. عايزاكم تعملوه بطريقه سهله طبعا. لو مش متوفر عندك عيش بقى من بتاع الحواوشي، تقدري ان انت تعملي العجينه في البيت ويبقى جميل جدا ويبقى طري. لو حابه ان انت يبقى ناشف او كده بتسيبيه في الفرن شويه، بس انا طبعا بحبه يبقى طري كده، يبقى طعمه حلو. ما بحبهوش اللي هو العيش يبقى ناشف. زي ما انتوا شايفين جميل جدا وما خدش معانا وقت. يا رب تكون الطريقه عجبتكم. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد ومفيد. ها بقى ايه رايكم؟ جميل جدا.